كنت بدور على إجابة سؤال واللي هو إزاي مبرمجين كتير بيقولوا إن إحنا مش لاقيين شغل، وفي الجانب الآخر أشخاص بيقولوا إن الشركات محتاجة ناس في الشغل، فاللي هو منين بيودي لفين. فبعد استفسار وبحث لقيت إن هما بيقولوا إن الأشخاص اللي هما عايزينهم أشخاص اشتغلوا على مشاريع حقيقية أو عملوا مشاريع حقيقية. فده زادني استغرابا، بمعنى إن الأشخاص اللي بيتعلموا برمجة أثناء الكورسات بيعملوا مشاريع حقيقية. فاللي هو منين برضه بيودي فين، في حاجة غريبة في الموضوع. فجالي سؤال كان في الإجابة بحد ذاتها، وهي إن بكل بساطة مش ممكن تعريف المشاريع الحقيقية بالنسبة لينا مختلف عن بالنسبة للشركات. ودي كانت الإجابة، بمعنى إن الشركات عايزة أشخاص شغالين على مشاريع حقيقية وعندهم مشاريع حقيقية في بيئة إنتاجية، أو في بيئة شبيهة بالبيئة الإنتاجية. بمعنى إن النهج الحديث اللي شغالين بيه حاليًا في البرمجة في الشركات نهج اسمه نهج الDev Ops، اللي على أساسه بيربطوا المبرمجين بالسيرفر مباشر بحاجة اسمها الCI/CD، اللي وقت ما المبرمج بيروح يبعت الكود بتاعه على GitHub، الكود بيروح للسيرفر، ولو هو شغال على موقع يتم استضافته ويتم تشغيله، وأنت كمبرمج تشوف النتيجة بتاعتك من وجهة نظر المستخدم بشكل مباشر. فهنا جالي سؤال تاني وهو بكل بساطة جميل، عرفت المشكلة. أنا بالنسبة ليا كشخص عايز يبقى سوفت وير انجينيرنج مؤهل لسوق العمل، إزاي أقدر أعمل البيئة دي بنفسي؟ فطبعًا المفروض أول حاجة جت في بالي هو لازم أحتاج سيرفر. طب أنا بالنسبة لحوار السيرفر مش عايز أدفع فلوس لحوار الكلاود، فافتكرت إن عندي جهاز متوسط الإمكانيات كان موجود عندي قبل ما يبقى موجود عندي اللاب ده. فبكل بساطة قُلت بس هاحوّله سيرفر، أو حوّلته سيرفر بالفعل، وهو طبعًا اللي أنتم شايفينه بالصورة ده مجرد شريط أوامر رابطه بالجهاز اللي جنبه اللي هو الجهاز الأساسي بتاعي. ولكن ده الخطوة الأولى، أنا دلوقتي عملت السيرفر. إيه اللي المفروض أعمله بعد كده؟ الجزء الأول هو بناء الCI/CD، اللي هو الخط اللي على أساسه وقت ما أعمل push للكود على GitHub يروح على السيرفر ويحصل العملية اللي اتكلمنا عنها دي، واللي هو بكل بساطة الصورة اللي أنتم شايفينها دي هي تعكس الخط اللي هو بتاع الCI/CD اللي أنا لازم أبنيه، وكل component حاجات أنا لازم أتعلمها. طبعًا دي الجزء الأولاني، والجزء التاني بكل بساطة إن السيرفر بحد ذاته يبقى فيه إمكانية إن أنا لو عملت موقع وخلاص شغّلته على السيرفر، أي حد في العالم الخارجي يقدر يتصل بالموقع من خلال السيرفر بتاعي أنا. وده اللي هو الجانب التاني اللي أنتم شايفينه، اللي برضه لازم حاجات أتعلمها علشان أعملها. فبكل بساطة في الفيديوهات الجاية هاشارك الرحلة دي اللي الهدف الأساسي منها بالنسبة ليّا إن أنا أكون software engineering على أساس السوق الحقيقي، على الرغم إن أنا شايف إن الموضوع أكبر من كده، بحيث إن في خلال الرحلة دي شايف إن مش بس هاكون software engineering مؤهل لسوق العمل، بل إن أنا أقدر أشتغل كfreelance، أو كمان إن أنا أقدر أعمل مشروعي الخاص بحيث إن أنا بقيت شايف العملية كلها. فبكل بساطة لو كان هدفك إنك تكون مهندس سوفت وير أيًا يكن التخصص البرمجي، أو حتى إنك تشتغل كفريلانس، أو حتى إنك تكون صاحب مشروع وعايز تبني مشروع برمجي بسيرفر خاص بيك، فكل اللي تعمله اعمل اشتراك واستنى الفيديوهات الجاية اللي على أساسها مش بس هاشرح وأنا باعمل الحاجات دي، بل كمان هاشارك أثناء ما أنا باتعلم الحاجات اللي أنا هاستخدمها علشان أقدر أعمل الحاجات دي. وهاتكلم معاكم عن الفرق ما بين الdevelopment والoperation، بحيث إن الجزء الخاص بالسيرفر ده بيسمى الأوبريشن العمليات، والجزء الخاص بالبرمجة اللي إحنا عارفينه وده هو التطوير. وده اللي يودينا للمصطلح اللي أنا اتكلمت عنه في الفيديو اللي هو الديف أوبس، اللي هو النهج الحديث اللي بيدمج ما بين العمليات والتطوير. وبس. سلام.